عليكم استاذة، شو اخبارك؟ عليكم السلام حبيبتي ورحمة زين، الله. بس ممكن يعني تتكلمين يعني بشكل مختصر عن فكرة العمل التطوعي وعن يعني فريقنا، ايش رايش يعني بالفكرة؟ اوكي، طبعا اول شيء انا احيي كل الشباب البحريني اللي يقدر يعطي. عمل التطوع من احلى واجمل الاعمال. يعني اليوم ما شاء الله عليكم جيتوا مجمع سار وشفنا فريق نبضة حياة. ترى الانسان ما يقدر يعيش بدون نبضة، واكتشف ما شاء الله شباب موجودين وشابات خريجين متخرجات قاعدين يعطون، قاعدين يشتغلون وبروح التطوع. فهذا من أجمل الأشياء. يعطيكم ألف عافية. أنا ما بعرف نفسي كدكتورة وإلى آخره من أمور. أنا بعرف نفسي الإنسانة اللي تحب الخير. إحنا في البحرين ما شاء الله فرق تطوعية وشباب كثير قاعد يعمل بصمت. الروح الشبابية اللي قاعدة تطلع واللي قاعد يشتغل قاعدين نحسها ونتلمسها في كل خطوة نخطيها في عمل الخير. أنا هني أوجه كلمة للشباب اللي قاعد بالبيت ويفكر إن هذه بس الدنيا وإن هذه بس الحياة. اطلع، قدم، ساعد. ترى عمل الخير ما في أحلى منه، وكل ما تسوي خير الله بيرجعها لك أكبر وأفضل وأحسن. احنا الحمد لله في البحرين مجتمعنا مجتمع طيب وخلوق ومتفائل بإذن الله تعالى. نحتاج لكم الشباب تكونون معانا كلنا. ربنا يحفظنا يا رب. شكرا.